هذا هو المشروب اللي بغيتو تبردوا به في هذا الصهد. مشروب بارده اللي معروف في عند الناس الشرق، كيجي بنين ولذيذ، وهكا تبردوا به على هذا العطش اللي كيكون في هذه الحراره. انا درت قياس ديال 5 يطرو ديال هذا العصير، فلهذا غادي نحتاج في واحد البانيو كبير 4 يطرو ديال الماء، وعلى شرط الماء يكون بيان كلاصي، يعني بارد مزيان مزيان. هو والكميه ديال الحليب اللي غنديرو كيف قلت لكم، انا درت 4 يطرو ديال الماء يكون بارد مزيان مزيان. من بعد غادي نولي نضيف ليه هنا، انا درت زلافه ديال السكر. الوصفه الاصليه كان فيها نص كيلو، فانا نقصت الكميه ديال السكر. درت معلقه كبيره ديال السنيده الحامضه او الليم، يطرو ديال الحليب، وتا هو خصو يكون بارد. البروديه ديال الماء والحليب خصهم يكونوا بحال بحال. من بعد ما نفرغ هذاك الحليب كامل غادي تنبقى كنحرك وكنخلط مزيان باش يذوب ليا داك السكر. خاصو ما يبقاش هكاك يعني حبوب، نبقى تنخلط فيه حتى كيذوب ليا مع الماء والحليب هو وديك السنيده الحامضه. المهم انا هذا خدته من واحد السيد كيبيعوه هو والمراه ديالو في مدينه سالا. الا بقيت عاقله في مدينه سالا غادي ندير معلقه كبيره ديال الروح ديال الحامض. فهنا درت هي الوصفه الاصليه فيها 2 بواطات، كل بواطه ب5 دراهم. انا درت معلقه كبيره وزدت نص معلقه، فكانت عندي غير شريت 5 دراهم وقلت راه عندي 5 دراهم اخرى. ملي جيت لقيت غير النص ديالها، ولكن جا هو هذاك، يعني ما ناقش، لانني غادي نزيد الحامض في الاخر، عصير الحامض. فكنخلط هاد المكونات مزيان، وضروري تخلط النكهه مع هذاك الماء والحليب والسكر مزيان باش تذوب، لان كنعرفوها هي بحال لو جيل، خاصها تذوب مزيان. دابا غادي نضيف عصير ديال 2 حامضات. درت عصير ديال 2 ديال السيترون الاصفر، وغادي نخلط مزيان. وها العصير ديالنا كيوجد في دقائق معدوده، 5 دقائق. ها العصير ديالكم ولا غادي نقولوا الشربات اولا المشروب ديال بارده واجد بالصحه والراحه. جربوا وردوا عليا الخبر، لانه فعلا كيستحق التجربه. وشوفوا هنا راه ما جاش جاري، جا شويه لا تيكستور ديالو كيف كنقولوا مع الحليب معقره، لان ماشي كلشي كيدير يطرو الحليب. كاين اللي في هذا القياس كيدير غير كاس ديال الحليب، فانا حاولت ندير يطرو ديال الحليب كامله، كيجي بنين ولذيذ. جربوه وردوا عليا الخبر، لانه فعلا كيستحق التجربه. غير نصيحه، خاص الحليب والماء ضروري يكونوا باردين مزيان، ويكونوا في نفس الدرجه ديال البروده، حيت ملي غنزيد الحامض في الاخير وإلا درتي الماء بارد والحليب سخون مع داك الحامض يقدر يكلل. داكشي علاش بجوجهم يكونوا باردين نفس البروده. وها هو 5 يطرو اللي خرجت ليا. جربوه ردوا عليا الخبر، راه فعلا كيجي بنين ويبرد